أنا جاي النهاردة أكلمك وأكلمك في موضوع مهم جدا جدا. تارك الصلاة، لو أنا تركتها كسل هشيل ذنب، لو أنا متضايق مش عايز أصلي هشيل ذنب، لو أنا أصلا ما بصليش هشيل ذنب. إيه القصة وإيه الحوار يعني؟ ليه بيتكلموا عن الصلاة؟ طب ما هو في ناس ما بتصليش، يعني إيه الاسم أصلا في كده؟ في الأول اعمل إعجاب وشير كتير في الفيديو، قليل والله لما بطلب دي، بس عشان عايز الناس أكتر تشوف الفيديو، والأجر والثواب عند الله والدال على الخير كفاعله. خلينا متفقين ان اول حاجة في اركان الاسلام شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. تاني حاجة على طول اقام الصلاة، تاني حاجة على طول اقام الصلاة، وتالت حاجة ايتاء الزكاة، ورابع حاجة صوم رمضان، ورابع حاجة صوم رمضان، وخامس حاجة حج البيت من استطاع إليه سبيلا. تمام كده؟ يا رب أكون عملت لكم صح وتكون الرسالة وصلت. أول فرض الصلاة. ليه يا عم؟ أهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دي كده إيه؟ لازم كل مؤمن وكل مسلم يكون في قلبه دي فعلا، ولسانه فعلا أيوة في قلبه هنا، ويكون بلسانه قولا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تاني حاجة إقام الصلاة، إن أنا أقيم الصلاة. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ربنا سبحانه وتعالى قال لمن أصابهم مصيبة واستعينوا بالصبر والصلاة. فضل الصبر على الصلاة، لأن الصبر ما هيجي، الصلاة ما هتجيش إلا قبل أن الواحد يصبر. ربنا سبحانه وتعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوت. ما ينفعش أنت تبقى نايم كده وتقوم تصلي الفجر صبح والصبح ظهر ومش عارف إيه. تمام كده؟ متفقين كده؟ طيب النبي قال ايه بقى؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الكفر ممكن يكون نوعين، اكبر واصغر. ليه تحمل نفسك نوع من النوعين دول سواء اكبر او اصغر؟ انت عايش النهارده، هتعيش بكره ولا لا؟ في القبر هتقول رب ارجعون. ليه عايز ترجع؟ لعلي اعمل صالحا فيما تركت. اتصدق واصلي واصوم واقيم الليل واصلي الضحى واصلي الفجر حاضر، واصلي في الجامع واصلي الفجر. ربنا هيرد عليك؟ مش هيرد عليك. ليه؟ ربنا كل يوم كان بيناديك ما كنتش بترد عليه. كان بيقول حي على الصلاة كنت تبقى نايم. الصلاة خير من النوم. كبر دماغك فحرام عليك. طيب الصلاة عماد الدين، الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. لازم تكون بتصلي. النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعثر عليه أمر فزع إلى الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قريش كانوا بيكذبوه وكانوا بيؤذوه جدا لدرجة وصلوا إنه كانوا هيقتلوه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصبر على ده كله قيام الليل. الداعي أنا اللي بدعيك واللي بيدعيك دلوقتي، اللي مخليك تتقبل كلام ربنا، جاعل في قلبه ووشه نور من قيام الليل. الشيخ اللي بيصلي في الجامع، الشيخ ده بيصلي في الجامع بياخد أجري وأجرك وكل اللي بيصلي وراه. شوف الصلاة عاملة إزاي. الصلاة يا جماعة، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يجي واحد يقول لك ايه؟ طب ما انا بصلي وبعمل المعاصي. عشان انت ما بتصليش صح. انت لو بتصلي صح هتبعد عن الذنوب والمعاصي. انت لو بتصلي صح الامور قدامك متعثرة عليك. وده انا اول الشهر جاي والقسط ما اتدفعش، ده انا اول الشهر جاي والجمعيه ما اتجهزتش، ده انا خلاص هتجوز وهي كده ابوها قال لي ما جهزتش حالك بقى نشوف لك واحد تاني انت بقالك 5 سنين معاها، ده انا الصلاه جايه ده انا قصدي اول الشهر جاي وانا الدنيا مش متظبطه معايا، ده انا عندي هي جهاز لبنتي، ده انا عندي بنت هتتجوز هجيب لك، ده انا عندي وعندي 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 كل الامور قدامك دي، وعندي فلوس ما اتدفعت، ده انا هتحبس يا لهوي. كل الامور دي تكون قدامك، ايه اللي ييسرها عليك وتحس ان الفرج جاي؟ الصلاه يعني ان انا 5 مرات اصلي، كل ده يهون عليا. انت قريب من ربنا. انت لما بتكون قريب من صاحب الشغل عندك بيرقيك ويظبط لك الدنيا بقى، تمشي في ميعاد بقى ويظبط لك الدنيا. عايز تروح بدري روح، عايز تروحي تعمل اكل عشان تظبط يومك روحي عادي، ما انت قريبه من صاحب الشغل. كذلك ربنا لما تكون قريب منه يخليك ما تحسش بالامور دي، مع انها صعبه لكن بيخليك ما تحسش بيها لحد ما يبعت لك الفرج. كذلك الصلاه كده، تكون بتصلي وشايف قدامك الامور وعادي، فتصلي كده الله اكبر بخشوع كده، وما تصليش كده عايز الصلاه تمشي بالشقديت واجب هي، يعني مش عشان فرض كده هتصلي كده على طول الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تركع الله اكبر سبحان ربنا سبحان. لا، الصلاه مش كده. الصحابي كان عايز يقطع رجله، غرغرينا في رجله هتتقطع، لازم رجله تتقطع، قال لهم هتوجعني ومش عارف ايه، سيبونا اصلي. اول ما اقول الله اكبر اقطعوا لي رجلي. ليه؟ مش هحس بيكم،
اكون في الصلاه مع حبيبي، ما احسش بحد وانا بصلي، اكون بصلي كده مش معاكم اصلا خالص، موجود معاكم. ايه ده ليه؟ عشان انا اكون بصلي. تيجي كده في القبر ما تقولش يا ليتني قدمت في حياتي، لا، هتقول يا ليتني قدمت لحياتي. ليه؟ لان القبر بدايه حياه وليست نهايه حياه. القبر بدايه والاخره هتكون ايه؟ فانت هتكون يا ليتني قدمت لحياتي، يعني